بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهارده إن شاء الله هناخد درس جميل جدا من دروس التاريخ، وهو درس الدولة الفاطمية. في البداية بنتكلم عن الدولة الفاطمية يعني إيه؟ صلي بينا على النبي وفوق معايا كده وركز، وعايز أقول الكلام من أول مرة يدخل على طول في دماغك، ما عادش يطلع تاني. أصل الدولة الفاطمية: تنسب الدولة الفاطمية أو ينسب الفاطميون إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي زوجة علي بن أبي طالب، وهي أم الحسن والحسين. طيب الفاطميين دولت نجحوا في نشر دعوتهم في بلاد المغرب، عند تونس والجزائر والمغرب. ماشي، تونس والجزائر والمغرب بسميهم بلاد المغرب، الثلاث دول دولت اطلقت عليهم بلاد المغرب، واحنا خدنا الكلام طبعا في الجغرافيا لما كنا بنتكلم على ايه، على المحاصيل. ليه اهتم الفاطميين بفتح مصر؟ اكيد مصر ديت فيها ميزه خلت الناس ديت تهتم بفتح مصر، ولا هم غاويين يعني يحاربوا وفي ناس منهم تموت وكلام من ده. قال لك يرجع اهتمام الفاطميين بفتح مصر بسبب اول حاجه ثروات مصر التي تتمتع بها، يبقى مصر فيها ثروات كتير فبالتالي هم هيستغلوها. تاني حاجه، مصر قريبه من بلاد الشام والحجاز. بلاد الشام اللي هي فلسطين وسوريا ولبنان والحتت اللي هناك ديت، والحجاز اللي هي فيها مكه والمدينه. طبعا هم عايزين يسيطروا على مكه والمدينه عشان يبقى عندهم صبغه دينيه، تمام، عشان الحجاج بقى يبقوا ايه، يجوا تحت امرهم ويبقوا باذنهم وكلام من ده. طيب اول حاجه خدناها ثروه مصر الاقتصاديه. تاني حاجه موقع مصر. موقع مصر ماله؟ قريب من بلاد الشام وقريب من بلاد الحجاز. موقع مصر دهوت خلى الناس الفاطميين يعملوا استعدادات. يعملوا ايه؟ استعدادات. طيب مين اللي فتح بقى مصر؟ قال لك كان في واحد اسمه جوهر الصقلي، وكان في واحد اسمه المعز لدين الله الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمي ده رئيس الدولة الفاطمية، جوهر الصقلي ده رئيس الجيش. يبقى أنا عندي رئيس الدولة الفاطمية اسمه المعز لدين الله الفاطمي. طب رئيس الجيش، المعز لدين الله ده عين من على الجيش؟ عين على الجيش واحد اسمه جوهر الصقلي. المعز لدين الله الفاطمي هو رابع واحد في الخلفاء الفاطميين. يعني الخلفاء الفاطميين جه رقم واحد، جه رقم اتنين، جه رقم تلاتة، اللي جه رقم أربعة هو المعز لدين الله ايه؟ الفاطمي. وهو أول واحد يفتح مصر، يبقى هو أول واحد من الفاطميين يبقى في مصر، لكن هو بالنسبة للفاطميين رقم ايه؟ رقم أربعة. طيب قلنا استعداداتهم بقى، كيف استعد المعز لدين الله الفاطمي لفتح مصر؟ قال لك أول حاجة جمع الأموال ومهد الطرق وحفر الآبار. جاب الفلوس، وعندهم طبعا ما كانش فيه زمان الطرق مش ساوية زي ما احنا شايفين النهاردة، فمهد الطرق. وأهم حاجة للراجل اللي مسافر المية، فبقى كل فترة أو كل مسافة معينة يفحر بير عشان الناس تشرب. ما هو مش معقول هيسافروا شهر ولا حاجة وشايلين معاهم مية أكل وشرب وغسيل وكلام من ده. يبقى حفر الآبار من تونس، احنا قلنا بلاد المغرب من عند تونس والجزائر وفي تونس والمغرب والجزائر، من عند تونس لحد اسكندريه، وعمل في كل حته استراحه، كل مكان كده ايه معين استراحه. يبقى عمل الآبار وعمل الاستراحات ومهد الطرق، وعشان الكلام ده كله يتم جمع الاموال. طب بالنسبه للجيش، احسن تدريب الجيش وتنظيمه، وقام بتخزين المؤن والذخائر اللي هي بقى الأسلحة والسيوف والرماح والحاجات دي كلها. يبقى أنا عندي استعدادات المعز لدين الله الفاطمي: جمع الأموال. هيعمل إيه بالأموال؟ هيمهد الطرق. طب الطريق اللي مسافر فيه بيعطش، يبقى يفحر له الآبار. طب اللي بيعطش ده عاوز يرتاح وينام، يبقى يعمل له استراحات. طب الجندي ذات نفسه عاوز يتدرب، يبقى أحسن تدريب الجيش وتنظيمه، جمع الأموال ومهد الطرق وحفر الآبار وأقام الاستراحات وأحسن تدريب الجيش وتنظيمه وقام بتخزين المؤن والذخائر. يبقى الراجل اللي عمل خطة ده وعمل تخطيط هيفشل؟ أكيد الراجل ده هينجح. أرسل المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي، ما احنا قلنا إن جوهر الصقلي قائد الجيش، ومعه حوالي 100,000 مقاتل، فنجح في هزيمة الإخشيديين. الإخشيديين دولت ناس كانوا موجودين قبل الدولة الفاطمية.
الرئيس بتاعهم كان اسمه محمد بن طاغ الإخشيدي، فعشان كده سمينا الدولة بتاعتهم الدولة الإخشيدية. يبقى أنا عندي الدولة الفاطمية جت بعد الدولة إيه؟ الإخشيدية. صلي بنا على النبي. ما هي أعمال جوهر الصقل في مصر؟ لما جوهر الصقل جه مصر بقى قعد ساكت ولا عمل أعمال مميزة؟ أكيد عمل أعمال، وإلا ما كناش درسناه فين؟ في التاريخ بتاعنا. قال لك الراجل ده بنى مدينة القاهرة حتى تكون عاصمة للخلافة الفاطمية في مصر. يبقى أول حاجة عملها بنى مدينة القاهرة. تاني حاجة بنى الجامع الأزهر. يبقى أنا عندي 2 بناء مدينة القاهرة عشان تبقى عاصمة. عشان كده يقول لك قاهرة المعز لدين الله الفاطمي. في ناس كتير لما تجيب كلمة القاهرة تقول لك لأن المعز لدين الله الفاطمي هو اللي أرسل جوهر الصقل. يبقى أنا عندي بناء القاهرة وبناء الجامع الأزهر ليكون مؤسسة دينية وعلمية لنشر الثقافة الإسلامية في ذلك الوقت. ثالث حاجة بناء قصر للخليفة المعز لدين الله الفاطمي، اللي هو بقى هيقوم متصل عليه. طبعا هتقول لي هو كان في زمان تليفونات؟ هقول لك لا، بس هو كان بيتصل عليه برضه. يبقى جوهر الصقل هيتصل على المعز لدين الله الفاطمي يقول له تعالى انا بنيت لك القصر وبنيت لك الجامع وبنيت لك القاهره. يبقى انا عندي كام مبنى؟ 3 مباني. بناء القاهره، وعمل في القاهره جامع، وعمل كمان للملك لما يجي او الخليفه قصر. يبقى انا عندي قصر للمعز لدين الله الفاطمي، ودي كانت الخطوه اللي جه بعدها على طول المعز لدين الله الفاطمي. بسم الله ما شاء الله، مين العسل ده يا ولاد. نيجي بعد كده لايه؟ قدوم المعز لدين الله الفاطمي. الخليفه بقى المعز لدين الله الفاطمي هيجي مصر. احنا قلنا ان هو رابع واحد من الفاطميين واول واحد يبقى موجود من الفاطميين في مصر. طيب وصل الى مصر واتخذ القاهره عاصمه لدولته. غير العاصمه بعد ما كانت العاصمه هناك عند تونس والمغرب والجزائر، لا اعجب بمصر، فقال يبقى مصر دي احسن مكان. عشان كده احنا قلنا في الاول خالص موقع مصر المميز. اهتم بنشر الدعوة الفاطمية. الدعوة الفاطمية كان فيها حاجة اسمها المذهب الشيعي، وعمل على تأمين حدود الدولة بتاعة الفاطميين من الأخطار. يبقى وصل القاهرة، اهتم بنشر الدعوة الفاطمية والمذهب الشيعي، وأمن حدود البلد عشان مش هو لسه محارب وواخد البلد من الإخشيديين يجي واحد بقى يضحك عليه وياخدها منه، لا، فهو أمن حدود البلاد لحد ما البلاد بقت واسعة جدا، وشملت الحجاز وشملت الشام وشملت اليمن. يعني زي ما الراجل ده كان مخطط بالظبط. إذن هو لما عمل خطة وتعب في تنفيذ الخطة ربنا كرمه، واخد بالك، ووصل للي كان بيحلم بيه. يبقى أول حاجة استفادها من الدرس دهوت إن أي حاجة أنا عاوز أعملها أعمل لها خطة وهدف معين في دماغي في زمن معين. يعني اقوم جاي اقوم قايل احنا في 2017 2018 هبقى كذا 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 كذا، واعمل لنفسي ورقه واحطها قدامي كده اهوت، الزقها على الحيطه، كل شويه ابص لاهدافي عشان اوصل لها باذن الله. كيف كانت احوال مصر في عهد الفاطميين؟ قال لك كان الفاطميين ليهم جيش قوي، فبالتالي كانت دولتهم فيها الامن والامان. يبقى الجيش كان قوي، الدولة كانت واسعة، الدولة كان فيها امن وامان. وكان عندهم جيش في المية، واحنا قلنا الجيش اللي في المية او في البحر اسمه اسطول. طب ليه اهتموا بالجيش بتاع المية؟ عشان يحموا سواحل الخلافة الفاطمية. احنا قلنا ان هي دلوقتي واخدة تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر، يعني ساحل البحر المتوسط كله تحت سيطرتهم. يبقى عشان ما يجيلهمش عدو من البحر المتوسط، ماشي، هم لازم يكون عندهم اسطول. وقلنا كمان ان هم خدوا بلاد الشام وبلاد في الحجاز، وبلاد الحجاز ديت اللي هي مكة والمدينة، يعني سواحل البحر الأحمر كمان بقت عندهم. إذن لازم يبقى عندهم أسطول. يبقى هم كان عندهم أسطول عشان يسيطر على سواحل البلاد ويحميها، وكان عندهم جيش قوي. زادت ثروات البلاد فعم الرخاء والطرف في أنحاء البلاد.
خدها كده قاعدة في دماغك، مادام في أمن وأمان يبقى فيه صناعة وزراعة وتجارة، فبالتالي هتزيد ثروات البلاد. أضف إلى ذلك إن هم كل يوم والتاني بيفتحوا بلاد الشام، لا بيفتحوا بلاد الحجاز، لا كده، فبيجي لهم فلوس من البلاد اللي بيفتحوها، يبقى زادت ثروات البلاد وزاد الطرف في أنحاء البلاد. وبناء المساجد والقصور، عملوا مساجد وعملوا قصور، ودي كانت عاملة زي الجامعات والمدارس، فكانت مركز لنشر العلم والثقافة. والناس دي كانت بتحب الشعراء، وكانت بتحب الناس اللي هي بتترجم الكتب الأجنبية، وكانوا بيدوا للناس فلوس كتير اللي هم بيترجموا. طيب اهتموا قلنا بالعلم والعلماء وبناء المساجد وزادت ثروات البلاد وحماية السواحل الدولة الفاطمية ونشر الأمن والأمان عن طريق جيش قوي. كمان بقى كان عندهم ميزة مهمة جدا وكان الشعب بيحبها، اللي هو الاحتفال بالأعياد والمناسبات الإسلامية والمسيحية. واحنا عارفين ان الشعب المصري بيحب الزيطة ويحب اي حاجة يخرج ويطبل وهيص وبس وحند السند. يبقى انا عندي الاحتفال بالاعياد والمناسبات الاسلاميه والمسيحيه هنلاقيه ميزه في عهد الدوله الفاطميه تتميز بها عن الدول الاخرى. طيب كيف بقى انهارت الدوله الفاطميه الجميله ديت القويه اللي عندها جيش وعندها كده؟ اكيد بقى جالنا ملوك او جالنا خلفاء ضعاف. قال لك في واحد اسمه الخليفه المستنصر. المستنصر بالله بعد ما مشى او بعد ما مات جه ناس ضعيفة، فبالتالي ما عادش حد بيحترمهم، فبالتالي الوزراء بقوا اقوى من الخليفة. الوزير بقى اقوى من الخليفة. الخليفة يقول له حاطط ضرايب، يقول له مش جايب، يقول له عايزين نعمل حملة، يقول له لا مش عاملين، فما بقاش فيه قوة للدولة. وزاد التنافس على منصب الوزارة بين جوز وزراء، واحد اسمه شاور وواحد اسمه درغام. احفظهم، شاور ودرغام، الاتنين تنازعوا تنافسوا اتشكلوا مع بعض وقطعوا هدوم بعض عشان كل واحد عاوز يبقى الوزير. الوزير طبعا زمان يعني رئيس الوزراء، تمام. واحنا قلنا ان الوزراء هم اللي كانوا بيحكموا لان الخليفة كان ضعيف. استنجد شاور بنور الدين محمود. خد بالك، شاور فيها واو وره ونور فيها واو وره، يبقى شاور استنجد بنور الدين محمود. نور الدين محمود ده كان بيشتغل كان بيشتغل امير دمشق اللي هي سوريا يعني. يبقى انا عندي رئيس سوريا نور الدين محمود، شاور قال له الحقني، يبقى شاور راح لامير دمشق قال له الحقني، تمام. درغام هيسكت؟ درغام ما سكتش. درغام اللي فيه ضاد استنجد بالصليبيين اللي فيها صاد. يبقى درغام اللي فيه ضاد استنجد بالصليبيين اللي فيها صاد. انا بقول لك كده ليه؟ لان معظم الامتحانات بتيجي يقول لك مين اللي استنجد بمين، الناس كلها بتدخل شاور في درغام في نور الدين في الصليبيين، فاحفظها كده، شاور اللي فيه واو وره استنجد بنور الدين محمود اللي فيه واو وره، ودرغام اللي فيه ضاد استنجد بالصليبيين اللي فيها صاد. نور الدين محمود ما راحش. نور الدين محمود بعت مين؟ بعت واحد من رجالته. يبقى استطاع جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركو. أسد الدين شيركو. يبقى نور الدين محمود أرسل مين؟ أرسل واحد اسمه أسد الدين شيركو وصلاح ابن أخوه. يبقى أسد الدين شيركو وصلاح ابن أخوه. صلاح مين؟ صلاح الدين الأيوبي. يبقى نور الدين محمود بعت اتنين، بعت أسد الدين شيركو وصلاح ابن أخوه، بعتهم عشان يحاربوا مين؟ يحاربوا الصليبيين. الصليبيين ليه؟ لأن درغام استعان بالصليبيين. يبقى أنا عندي نور الدين محمود من اللي استعان بيه؟ شاور. استعان بيه ضد مين؟ ضد درغام. طب درغام استعان بمين؟ بالصليبيين. حلو كده؟ اوعى تتلخبط، اوعى تتلخبط، ركز معايا. بعد وفاة أسد الدين شيركو اتعين صلاح ابن أخوه مكانه. يبقى صلاح ابن أخوه، ابن أخو مين؟ ابن أخو أسد الدين شيركو، اتعين مكان أسد الدين شيركو ونجح في إن هو يسقط الخلافة الفاطمية ويعمل
الدولة ايه؟ هو اسمه صلاح الدين الايوبي، يبقى عامل الدولة ايه؟ الايوبية. وبكده يكون انتهينا من الدرس بتاع النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. اي حد عنده سؤال او استفسار يسيبوا لي تحت في التعليقات. وسؤال النهارده: الى من تنسب الدولة الفاطمية؟ اللي يعرف يكتب لي الاجابة تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.